في الأساس ولدت يهودية في عائلة يهودية، واعتنقت الإسلام في 2018. لذا يتم سؤالي كثيرا عن كيفية اعتناق الإسلام. طبعا معظم المسلمين الجدد يتم سؤالهم هذا السؤال، وفي هذا الفيديو سأتطرق لذلك. إذن كما ذكرت، ولدت لدى عائلة يهودية. ولدت في مونتريال كندا في عائلة خسيدية يهودية. إذن إلى غاية بلوغ 4 سنوات وطلاق والدي تربيت كيهودية خسيدية، وبعد ذلك بعد طلاق والدي أخذتني أمي أنا وإخوتي خارج المجتمع الخسيدي، لكن بقينا يهوديين بالطبع وانتماؤنا للمجتمع اليهودي. ذهبت إلى مدرسة يهودية طوال حياتي حتى نهاية الثانوية. إذن إلى غاية تلك المرحلة كنت يهودية بشدة. آمنت بالله، دائما آمنت بالله، لكن آمنت باليهودية تحديدا. آمنت بالتوراة، آمنت بتعاليم اليهودية، لأنه كان لي تعليم يهودي وكنت في قرب دائم إلى ذلك. والمدرسة اليهودية جعلتني صهيونية جدا. كنت أدعم إسرائيل بشدة، ونعم كنت شديدة القرب من ديني وأصل اليهودي، وأعتقد ما ظننته وطني في ذلك الوقت، أي كوني إسرائيلية. إذن نعم، إلى غاية تخرجي من الثانوية وغادرت المجتمع اليهودي، بدأت بلقاء الناس غير اليهوديين، وبدأ كل شيء أساسا عندما يبدأ الناس بسؤالي عن اليهودية، وكنت أجيبهم، وأحيانا أجد تحديات يتحدونني بهذا ولماذا. على سبيل المثال، سألتني امرأة عن السبت، وشرحت لها بأن التوراة تقول أنه يجب التوقف عن العمل في اليوم السابع، لأن الله خلق العالم في 6 أيام ثم استراح في السابع. فقالت: نعم، ولكن لماذا لا تستعملون الهاتف؟ ولا تستطيعون فعل هذا أو ذاك؟ الكثير من القوانين. بدأ ذلك يزرع الكثير من الشك بداخلي. أتذكر ذاك السؤال بالتحديد من تلك المرأة. لازلت أتذكر من سألني ذلك، وعملت معها في متجر البقالة. نوعا ما بدأ الأمر بهذا الشكل، وبدأ الشك يدخل هكذا في قلبي حول ما كنت أمارسه. لذا قبل ذهابي للمدرسة كل يوم على متن الحافلة أخذت كتاب تهيليم صغير، وهو كتاب كتبه الملك داوود، وبدأت بقراءة ذلك، وكنت كأني آمل أن يشعل شغفي، وما نقوله بالعربية إيماني. لذا بدأت بقراءة ذلك. كان الأمر لطيفا، إنه كتاب لطيف. وأتذكر أمرا محددا كان يتكرر في ذلك الكتاب، وهو أن الملك ديفيد يتكلم عن بأنه كان يسجد عندما يصلي لله. نحن نسجد ونصلي لك يا الله. وكان الأمر يتم ذكره مرارا وتكرارا، مما جعلني أشعر بالفضول، وقلت لنفسي: لماذا لا يسجد اليهود في صلاتهم؟ لذا بحثت في جوجل وقمت بكثير من البحث. تكلمت إلى حاخامات، لكن مع ذلك لم أقتنع ولم يرضني ذلك. الإجابات التي تحصلت عليها لم تكن ترضيني. ومن تلك النقطة أدركت أن اليهودية المعاصرة التي يمارسها الناس اليوم تسمى يهودية رابينيك، لأنها ملهمة. ليست ملهمة، لكن الكثير من القوانين والأعياد والطقوس التي يمارسها اليهود اليوم هي من الحاخامات وتفسيرات علماء اليهودية أساسا من الماضي. وعند تلك اللحظة شككت وقلت لنفسي: هذا غريب. ولكن ذلك أيضا أجاب عن أسئلتي، مثل لماذا نفعل هذا في عيد الفصح؟ ولماذا نفعل كذا في هانوكا؟ ولماذا نفعل هذا في رششناخ؟ وبدأ الأمر. أجاب ذلك على العديد من أسئلتي. الأمر منطقي، لأنهم يتبعون تعاليم الحاخامات وليسوا يتبعون تعاليم التوراة. هذه التفصيلات، حتى مثل السبت، فقانون المنع لا يأتي بالتحديد من التوراة. في ذلك الوقت لم يكن لدي أصدقاء مسلمون. كانت لدي صديقة واحدة مسلمة، لكن لم تتحدث عن الدين. لكن عرفت بعض المسلمين عبر الإنترنت، وكنت أتحدث معهم أحيانا. وذات مرة خضت حديثا كاملا مع لم يكن صديقا، بل بالأحرى صديق إنترنت مسلما لم أقابله أبدا في الواقع. على كل حال، كنا نتناقش ونرسل الفيديوهات لبعضنا حول الدين. ورأيت هذا الفيديو وهو مناظرة بين مسلم ويهودي.
وبدأت بالإدراك في تلك المرحلة بأن الإسلام واليهودية متشابهان. وفي تلك المرحلة أيضا أدركت أن المسلمين واليهود يؤمنون بنفس الإله، وكذلك المسيحيين، ولكن ذلك خارج الموضوع. ولكن إلى غاية تلك المرحلة كنت أظن أن المسلمين يعبدون إلها آخر، يعبدون الله، وهو إله مختلف. ثم أدركت أن الله هو اسم الله بالعربية، مثل ديو باللغة الفرنسية. لذا كنت كأنني يؤمنون بالتوراة، يؤمنون بالكتب السماوية، يؤمنون بكل الأنبياء الذين يؤمن بهم اليهود، والأمر الإضافي الوحيد الذي يؤمنون به هو النبي عيسى والنبي محمد كخاتم الرسل والأنبياء، والقرآن بأنه كلام الله. لذا أساسا هذه هي الإضافات التي تفصل عن اليهودية. والكثير من اليهود يقولون أن المسلمين سرقوا كتبنا، وهم يعيدون استخدامها وينقلون منها، وهذا ما آمنت به حقا، إلى أن أدركت أنهم لم ينقلوا النصوص اليهودية، بل هو حرفيا نفس الإله، هو الله يكمل رسالته، هي رسالة نفسها، فقط فيها معلومات جديدة وتعديلات جديدة. وشرحت ذلك لنفسي، قلت لنفسي كأنه تحديث. الناس لا يحبون عندما أستعمل هذا المصطلح، لكن في تفكيري كنت أقول كأنه تحديث لليهودية. لذا في تلك المرحلة كنت أقول حسنا، ليس شيئا مختلفا، وقررت البدء في البحث في الإسلام. أيضا عندما كنت أفكر عندما قرأت تهيليام وأدركت أنه يقول نحن نسجد ونصلي لله، فكرت في المسلمين. كنت أقول الأمر منطقي في طريقة صلاة المسلمين، أعني طريقة صلاتهم لله مع السجود، لأن ذلك ما يريده الله، ذلك ما أمر به، وتلك طريقة صلاة اليهود القدامى في الماضي، إلى أن جاء الحاخامات وقالوا لن نصلي هكذا بعد الآن. وأذكر أيضا كيف أن المسلمين يصلون دون أحذيتهم، والأمر منطقي لأن المسجد مكان مقدس. عندما تصلي لله، عندما تتكلم مع الله، أنت تتكلم مع كيان مقدس وعظيم جدا، لذا يجب أن تحترمه وتنزع حذاءك. وفكرت في الوقت الذي تكلم فيه موسى مع الله قرب النار المشتعلة، لست واثقة من اسم المكان، لكن قرب النار، والله قال لموسى انزع عليك، انزع حذاءك لتتكلم معي، لتخاطبني، وهذه أرض مقدسة، لذا عليك نزع حذائك. وكنت أقول هذا منطقي. وكانت الأشياء الصغيرة كهذه. في هذا الوقت لم أكن أفكر في أن أصبح مسلمة، ولكن كانت الأشياء الصغيرة كهذه استمرت بالتجمع إلى أن أدركت بأني حسنا هذا منطقي، الإسلام منطقي. حتى في مرحلة ما قررت حسنا سأقرأ القرآن، وبدأت بقراءة القرآن، والقرآن كان منطقيا، وقلت لنفسي لا يوجد خطأ به، إنه مثالي. وفي تلك اللحظة لم أكن مقتنعة بالكامل بأني سأغير ديني، لأني شعرت أن أكثر شيء يعيقني كان بصراحة شعرت بأني سأهجر ثقافتي وعاداتي وكل ما آمنت به من قبل، كل ذلك سيختفي، لأنني فقط سأغير ديني، وهذا كان ديني وجزءا أساسيا مني ومن شخصيتي. وواجهت وقتا صعبا للغاية عند محاولة قبول ذلك وقبول الإسلام، لكن في مرحلة ما أدركت بأنه في الواقع اعتناق الإسلام وممارسته وكوني مسلمة سيجعلني يهودية أفضل، ولم أكن أفصل نفسي عن اليهودية، هو الإله نفسه. كنت أستمر بكوني هو الدين نفسه كإله اليهودية، لذا أدركت ذلك في مرحلة ما. وبمرور الوقت كما قلت، الكثير من التفاصيل الصغيرة التي تعلمتها عن الإسلام التي بدت منطقية لي، حتى الاحتشام وكيفية الاحتشام، طريقة لباس المسلمين بدا منطقيا لي. طوال حياتي كان الاحتشام منطقيا لي بسبب تربيتي كيهودية، وكل ذلك كان منطقيا لي. لا أذكر الشيء الأخير أو النقطة الأخيرة التي جعلتني مسلمة، لكن أذكر عندما قررت أن أصبح مسلمة كان ذلك في رمضان 2017، وأردت فعل ذلك في رمضان لأرى ماهية الأمر، وقررت سأفعل ذلك. وكيهودية فقد صمت من قبل 25 ساعة، فكنت متأكدة من قدرتي على الصيام، وقلت لنفسي أتعلمين ماذا؟
أريد أن أنغمس في الأمر بالكامل، مثل أن أصلي كذلك. لذا سبحان الله، في الحقيقة لقد تعلمت الصلاة بسرعة كبيرة. وأتذكر أعتقد أنه في القرآن حيث يقول أن الله جعل اللغة سهلة للحفظ والفهم، وقلت لنفسي سبحان الله، تعلمت الصلاة بسرعة شديدة ولم أتحدث العربية من قبل حتى. كل ما عرفته هو شكرا وسلام. بصراحة لقد بدأت أصلي، وأذكر ذات مرة كنت في السرير وقلت لنفسي كيف يصبح المرء مسلما، وعرفت أنه يجب أن أكرر جملة الشهادة، فجلست على سريري أكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلتها وتساءلت هل أنا مسلمة الآن؟ أشعر أني لم أتغير، لذا تقنيا كنت مسلمة منذ 2017، لكن لم أكن أعرف في تلك اللحظة، لم أكن منغمسة بالكامل في الإسلام، قلبي لم يكن هناك بالكامل، لذا لا أعتبر نفسي مسلمة حقا في ذلك الوقت. وكانت لا تزال لدي أشياء أعمل عليها، مثل الامتناع عن الأمور التي يمتنع عنها المسلمون، لكن كنت قد بدأت كما تعلم، مثل التفكير في الإسلام. ذهبت لبعض صلوات الجمعة، ثم إلى غايتي لاحقا في شهر جانفي قابلت هذه الفتاة عبر الإنترنت. في الحقيقة الأمر مضحك، كنت أنشر كثيرا من الأشياء الداعمة لإسرائيل، وهي تم إرسالها من قبل صديقة أخرى لتتكلم معي عن سبب دعمي لإسرائيل. على كل حال بدأنا بالتحدث، وبدأنا نمضي الوقت معا، ثم في وقت ما أخبرتها أتعلمين ماذا؟ أريد أن أعتنق الإسلام، أريد فعلها بالكامل. كان ذلك في جانفي 2018. اعتنقت الإسلام وقلت الشهادة، وهناك حيث اعتبرت نفسي مسلمة بالكامل. السؤال هو كيف كان رد فعل عائلتي عندما أخبرتهم بإسلامي؟ إذن أساسا بعد اعتناق الإسلام لم أخبر أحدا لفترة طويلة. استغرقني الأمر مدة طويلة لأخبرهم. بعد 1.5 عام من اعتناق الإسلام، حيث قررت أنه علي إخبار أمي حول قراري، لذا أساسا في إحدى الأمسيات في الصيف ذهبنا لنتناول العشاء، وأخبرتها مباشرة بأني أصبحت مسلمة وأني مسلمة. إذن أساسا هي جعلت الأمر واضحا جدا بأنها لم تكن سعيدة بقراري، هي لم تكن غاضبة مني، بل حزينة وخائبة الأمل، وذلك آلمني كثيرا وجعل الأمر أكثر صعوبة علي. أخبرتني أنها خذلتني كأم في تربيتي، وأنها خذلتني في ديني، وأنها تتمنى لو قامت بالأمور على نحو مختلف، لكني أوضحت لها بأنه ليس شيئا قامت به هي، وأنه ببساطة جزء من رحلتي وجزء من حياتي، وهذا ما أشعر أنه صحيح لي. إلى يومنا هذا هي لا تتقبل الأمر بالكامل، هي تتعايش مع الأمر فقط، هكذا أصف الأمر. لا زالت تدعمني وأنا في منزلها حاليا، لذا لا زالت لدينا علاقة جيدة، لكننا نختلف حول بعض الأشياء مثل الدين والسياسة، لذا لا أتحدث عن هذه الأمور مع عائلتي، لا أتحدث معهم حول السياسة أبدا، لأنني أختلف معهم جميعا، وهي فقط جدالات لا جدوى منها. لم أخبر أبدا أي أحد من عائلتي، أعتقد أن إخوتي يعلمون عن طريق أمي، لكن لم أخبرهم أنا رسميا باعتناق الإسلام، هم فقط يعلمون ولم نتحدث حول ذلك، لذا لست واثقة من رد فعلهم تماما. لم نناقش الأمر، لكني أتخيل أنهم يعتقدون أن الأمر غريب، لديهم أفكار سيئة حول الأمر. لكن نعم، لا أحد آخر من عائلتي يعلم. لم أخبر أجدادي ولا أعمامي وعماتي خالاتي، نعم لم أخبر أحدا. إلى الآن فقط أمي وإخوتي يعلمون، وأنا لست شجاعة كفاية لأخبر أجدادي. أمي تعارض فعلي لذلك، وهذا مؤسف جدا، لأني متزوجة وهم أساسا لا يعلمون، وأريد أن أنجب أطفالا قريبا، وإن أنجبت أطفالا إن شاء الله سيكون على أجدادي أن يعلموا، ومن الأفضل أن يعلموا قبل أن يكون لي أطفال بأني مسلمة ومتزوجة. لكن أمي ليست مهتمة في ذلك، هي تخبرني ألا أفعل ذلك لأني سأتسبب لأجدادي بسكتة قلبية، لذا حتى الآن لازلت أعيش حياة مزدوجة، لكن بدأت بالاهتمام أقل وأقل حول معرفة الناس بشأني. أنا غالبا أخفي هويتي، أخفي كوني مسلمة لأجل أمي، لأني لا أريد أن أؤذيها،
لا أريد أن يأتي الناس إليها ليتكلموا بالسوء عني ويفتعلوا لها المشاكل. لكن نعم، هذه إجابة سؤالكم. عائلتي لم يكن رد فعلها إيجابيا، لكن ليس كلهم يعلمون. شكرا على المشاهدة، وإن كانت لديكم المزيد من الأسئلة اتركوها في التعليقات وسأجيبها إن شاء الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.